السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد في سلسلة تعلم مبادئ المحاسبة المالية للمبتدئين. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الأصول، النهارده وآخر الفيديو قلنا هنتكلم عن حاجة تخص الأصول الثابتة. النهارده هنتكلم عن إهلاك الأصول الثابتة. يعني إيه إهلاك الأصول الثابتة؟ وأصلا ليه بنعمل إهلاك للأصول الثابتة؟ احنا عارفين الأصول الثابتة اللي في الشركة زي ما قلنا كده، لو اشترينا جهاز كمبيوتر جديد في الشركة أو اشترينا مكتب أو أي أصل أو أي جهاز أو أي حاجة تعتبر ملكية الشركة. طيب احنا دلوقتي عايزين نعمل إهلاك للأصل ده. ليه نعمل له إهلاك أصلا؟ يعني إيه إهلاك؟ عشان احنا مثلا اشترينا لابتوب ب10,000 جنيه، تمام؟ فاللابتوب ده اشتريناه السنة دي، كمان 5 سنين يعني اللابتوب ده الموديل بتاعه هيقدم وسعره مش مفروض ما يبقاش كده. يعني سعره لما انا هعمل الانتري بتاعه، لما هعمل انتري اصول ثابته وهحط هنا ال10,000 جنيه، مع مر السنين ال10,000 جنيه دي او سعره مش هيبقى 10,000 جنيه، اكيد سعره هيقل. طب ايه الحل بقى؟ بنعمل ايه هنا؟ بنعمل حاجه اسمها الاهلاك، الديبريشيشن. بنعمل اهلاك للاصول الثابته. فمثلا الكمبيوترات والاجهزه بنبقى بنهلكها على 5 سنين. طب احنا بنعمل الاهلاك ده ازاي او ايه اللي بيتم بالظبط؟ اول حاجه احنا زي ما قلنا، مثلا لو سعر اللابتوب اشترينا لابتوب وسعره 10,000 جنيه، انتري اختصار كده برضو مش هيبقى تفصيلي. هنقول مثلا احنا عايزين ايه؟ ديبت. احنا زودنا هنا برضو نفس الكونسبت، زودنا الكمبيوترات، تمام، زودناها، فهنقولها ان هي ديبت هتزيد. اشتريناه ب10,000 جنيه، تمام. كريدت اشتريناها طبعا من مين؟ من مورد. يعني احنا اشترينا الكمبيوتر ده من بني ادم، من مورد، فكريدت الاكونت بيبل. انا بس عايز اوريك الانتري الاول واوريك احنا بنعمل ايه. تمام. يبقى احنا زي ما شايفين كده الحساب هنا نزل، هنا 10 وهنا 10، هنا 10 ديبت في الكمبيوتر وهنا 10 كريدت في المورد. طيب خلاص كده اتسجل. طيب امتى بقى نبتدي نهلكه؟ بنهلكه ازاي وبنعمل ايه؟ ده ال10,000 جنيه احنا قلنا من الحاجات دي على 5 سنين، يعني على 60 شهر. 5 سنين في 12 ب60 شهر، تمام. بنقسم ده على ده على 60 على في ايه ايكوال ده على سوري عشان كاتب بالعربي، ايكوال ده على 60. ده الاهلاك الشهري بتاعه. يعني ايه اهلاك شهري؟ يعني انا هفضل كل شهر ابتدي اخصم الرقم ده. طب هل انا اخصمه من الحساب بتاع الاصل؟ لا، انا هعمل بقى الانتري الاهلاك نفسه بيتم ازاي؟ انتري الاهلاك بيتم ما بين طرفين، علشان القيمه دي تتخصم من الانكم ستيتمنت، عشان دي فلوس مفروض بتقل من الايراد بتاعي، من الدخل بتاعي، مصروف عندي بيتصرف. فاللوجيك بيقول ايه؟ اللوجيك بيقول ان انا الرقم ده هخصمه من حساب مصروف اسمه ديبريشيشن، تمام. فانا هاجي هنا هعمل بقى انتري الاهلاك، الانتري اللي هيتعمل كل شهر، اقول له الديبريشيشن ده بالرقم ده كريدت. ايه بقى؟ كريدت مجمع الاهلاك ده حساب لايبيليتي، الاكيوميليتد ديبريشيشن. احنا مش عاملين اكيوميليتد ديبريشيشن اكيد، لا عاملين. لحظه كده، طب احنا ممكن نغير ده نسميه اكيوميليتد ديبريشيشن دلوقتي عشان ايه؟ ديبريشيشن، تمام، عشان بس نظبط الانتري بتاعنا. يبقى ده الاهلاك او انتري الاهلاك اللي بيتم كل شهر، تمام. الفكره في الاهلاك ده ان انت كل اخر سنه بيجي، مثلا انا ضربت ده عملته في، يعني كل اخر سنه بطرح الرقم ده، مثلا ده في 12 من على حسب ما انا برضه انا شاري امتى، في 12 هيديني ده هيبقى قيمه الاصل في اخر السنه اللي هو النت بوك فاليو بتاعه كده 8,000 جنيه، يعني انه على 5 سنين ففي السنه 2000 جنيه.
تمام. وده باختصار برضو مش شرح مفصل للإهلاك. يا رب يبقى الفيديو عجبكم، اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.